فاش كتسمع فول بادي سبليت كتقول نظام ديال المبتدئين، ولا راك ما تقدرش تبني به عضلات بحال البوش بول ليكس ولا البرو سبليت. فول بادي هو انك تريني جميع العضلات ديالك في حصه واحده، لكن بتمارين اقل، تمرين واحد لكل عضله، لكن بشده طالعه بزاف واوزان طالعه، وكتعاودوا 3 المرات في السيمانه. فالدراسات في هذا المجال بينات باللي الا كان الحجم التدريبي ديالك هو راك غتبني نفس القدر ديال العضلات بغض النظر على التقسيمه باش كتريني. مثلا هاد الدراسه اللي دارت في 2016 بينات باللي توزيع نفس الحجم التدريبي على نهار ولا على عده ايام كيعطي نفس النتائج. بمعنى الا ترينيتي فول بادي وخدمتي 12 سيريه فعاله لصدرك في السيمانه، تقريبا 4 سيريات كل نهار لمده 3 ايام، ولا ترينيتي برو سبليت وعطيتي لصدرك هذيك 12 سيريه في نهار واحد، راك في الاخر غتبني نفس الحجم العضلي. كذلك دراسة داروها في 2018 قارنت بين أنك تريني العضلة مرة في السيمانة مقابل أنك ترينيها 3 المرات في السيمانة بنفس الحجم التدريبي، وسطر عليها مزيان. كمثال 12 سيرية في السيمانة، هنا راك غتبني نفس الكتلة العضلية. آخر دراسة غنذكر داروها في 2019 وتهي عطات نفس النتائج. فخلاصة القول أنك تقدر تريني بفول بادي وتبني عضلات ويبانوا لك نتائج، بشرط انك تنظم المسائل ديالك ودير زياده تدريجيه في الاوزان باش كتريني. واش هادشي كيعني ان البرو سبليت ما خدامش؟ لا، خدام وزوين، وانا كنت كنتريني به تقريبا يلاه شي 4 شهور هادي باش بدلت دابا البوش بول ليكس، وفي اي لحظه رشقت ليا نولي نخدم فول بادي وحنا غاديين. لذلك اقول واكرر بان اهم حاجه هي تريني ببروغرام اللي عجبك ومرتاح فيه وكيعطيك نتائج، ثم خصك تجرب عاد تحكم على البرنامج. فنتمنى نكون افدت. اهم مرتي ديال الكوتشين وما بقى غير نقول لكم ذاتس ات. كان معك يونس.